الفنانة التونسية المثيرة للجدل مريم الدباغ صاحبة أجرأ فستان في أوسكار العرب. مريم خربت الدنيا الساعات اللي فاتت بسبب حاجة غريبة جدا، وقلبت السوشيال ميديا بصورة تسببت في هجوم شديد عليها. يا ترى عملت ايه وايه الصورة دي وكان ايه رد فعل الناس؟ تعالوا نحكي لكم الموضوع ونشوف القصة دي بالتفصيل. مريم الدباغ فنانة جريئة ما بيهمهاش حد، كل يوم والتاني صورة أجرأ من الأول، بس الصورة المرة دي مختلفة خالص وقلبت عليها الجمهور. مريم الدباغ كعادتها نشرت صورة جريئة جدا بهدوم مكشوفة، ولكن المرة دي كتبت وقالت اللهم نسألك الجنة. كتبت كده على الصورة، وطبعا الدنيا قامت ما قعدتش، والجمهور بمجرد ما نشرت الصورة اتفاعلوا بسرعة معاها وكتبوا لها ايه اللي انت كاتباه ده، وازاي كاتبه دعاء زي ده على صوره زي دي. تصرف مريم الدباغ المره دي متناقض جدا، ازاي نشر صوره باللبس العريان ده وبتطلب الجنه من ربنا؟ تناقض غريب قوي. تعالوا بقى نرجع مع بعض شويه ونعرف مين مريم الدباغ. مريم الدباغ واحده من اجرأ فنانات العرب، وده ظهر في مهرجان اوسكار العرب الاخير لما لبست فستان نبيتي ولكنه كان مبين كل حاجه. وقتها خلت كل الناس مش وراها غير سيره مريم الدباغ. تعالوا بقى نقول لكم معلومات عن مريم الدباغ فنانة تونسية واخدة الجنسية البريطانية، اتولدت سنة 1986 ودرست في الأكاديمية العسكرية في انجلترا. مريم كانت مهتمة بالتصميم والأزياء، علشان كده اتدربت على دراسة الأزياء في ميلانو، وكملت دراستها في جيش الجو البريطاني. بعد كده غيرت تخصصها ودرست الموضة في إيطاليا. مريم بتحب السفر وبتحب تروح كل شوية مكان شكل، ولكنها في الآخر فضلت إنها تعيش في دبي، وشغلها الأساسي بقى الموضة. واللي ناس كتير ما تعرفوش عن مريم الدباغ إنها كان محكوم عليها ب20 سنة سجن. في يوم وهي مسافرة وقفوها في مطار تونس قرطاج الدولي وقبضوا عليها، وبعد كده عرفت ان ده حصل بسبب انها كتبت شيكات من غير رصيد. الموضوع بدأ يكبر ويكبر لحد ما اتحكم عليها ب20 سنة سجن، وبعدها سددت كل اللي عليها واثبتت انها خلصت الموضوع فافرجوا عنها. مريم الدباغ بعدها استقبلت خبر الافراج بطريقة خاصة جدا، ونشرت صورة زي ما ولدتها امها وده اللي اعتبره الجمهور انه ايحاء بالحرية وانها اصبحت حرة بعد الافراج عنها. طب هل انتهت ازمات مريم الدباغ على كده؟ لا طبعا. مريم في مرة راحت مطعم تتعشى فيه، ولكنها صنعت محتوى وبتعمل فيديوهات. قالت تعمل فيديو على السريع كده، لكن المفاجأة انها كانت بتعمل ترويج للحم خنزير، رغم انها مسلمة واكيد عارفة انه حرام في الشريعة الاسلامية. اللي حصل انها دخلت فندق وكعادتها لازم تتصور في كل ركن، وبعد كده صورت منيو الاكل وركزت على الاكلات اللي معمولة بلحم الخنزير، وده برضو خلى الجمهور شايط منها. وفي نهاية الفيديو شاركوا معانا في التعليقات وقولوا لنا ايه رأيكم في تصرفات مريم الدباغ.